حلوة قوي ولذيذة وطعمة. مش عايزة اقول لكم يا طعمة قد ايه، وطعمة لذيذة كده. بصوا، حاجة وهم بقى كده. النهاردة بقى قررت قرار ومش هرجع فيه. قلت لازم أنا اعمل لهم طواجن المكرونة ديت بكل تكاتها وحركاتها وكل الحاجات اللذيذة اللي انتوا شايفينها دي في الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا بقى بصوا بسرعة، تعالوا كلوا زي ما انا قاعدة باكل كده، وحطوا بقى اللايك، واللي ما اشتركش عندنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. المكرونة سايحة كده والجبنة. بصوا مش عايزة اقول لكم بقى حاجة تحفة تحفة. يلا نخش على الفيديو الجميل ده نشوف هنعمل المكرونة بتاعتنا دي ازاي، ونشوف التكات بقى والحركات. بس اهم حاجة كومنت حلو كده يفتح النفس ويسعد قلوبنا، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. يلا حبايب قلبي نخش على الفيديو بقى الجميل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. حط اللايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ معنا هنا مكرونه اقلام. هنعمل مكرونه هي بشاميل، يعني مكرونه بالبشاميل. بس ايه، انا مش هعملها خرط بقى كده، هعمل كل طاجن كده لوحده. يعني إيه بجبن كده. ومش عايزه اقول لكم بقى يعني ايه، مش هخرطها ولا حاجه. كل واحد ياخد طاجن او الطاجن يتحط بحاله كده، تكليب حاله كده. بيبقى غرقان كده في الصوص وفي البشاميل وفي الحاجات الحلوه دي. معنا هنا 3 4 بصلات، وقرنين 3 فلفل اخضر، وقرنين 3 فلفل احمر. وهنضربهم كلك طبعا، ما تنعمهمش جامد. هتجيب الكبة كده وتقطعيهم وتفرميهم فرمة حلوة كده. انا مش عايزة البصل والفلفل يبقى متخرط، يبقى ناعم يعني. بصوا شايفين، باين كده ظاهر زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، يعني مش ناعم قوي. وهنا بقى معانا جبنة موتزاريلا كده، جبنة الحمد ديت هي انا مش بحبها بس ما لقناش غيرها يعني بصراحة. ابو اشرف دي بتعمل مطة حلوة واحلى من اي جبن تانية. ومعانا هنا بقى مش عايزه اقول لكم ان هو ربع كيلو لحمه بس، هنعمل بيه الطواجن اللي هتشوفوها دي كلها وبكل تكاتها وحركاتها وحلوه قوي. وكمان لحمتها كتير. طبعا البصل والخضار اللي احنا حاطينه بيكتر اللحمه وبيبقى طعمه حلو. انا بحب طعم البصل في المكرونه اللي بالبشاميل، يعني مع على الصاج كده بحبه اكتر من اللحم بصراحه. بيدي طعم حلو كده وبيدي تست جميل قوي كده. المهم نزلنا بقى على شوحنا اللحمه شويه نص تشويحه كده، وبعدين نزلنا بالخلطه الجميله دي. طب الطماطميه دي بقى لازمتها ايه؟ الطماطميه دي بتدي طراوه للحمه كده، وبتخلي كمان اللحمه لها طعم. العصاج بتاعنا بيبقى له طعم كده بالطماطم. يعني تخرطيها سلطه رفيعه كده زي ما انا بخرطها كده، طماطميه واحده بس. وهتقلبي كل المكونات دي بقى بعد ما تحطي البهارات بتاعتنا، هتقلبي كده وتبقى تمام التمام معايا. خليكم معايا، اوعوا تغيروا بقى المحطة ولا تروحوا في اي حته. حطينا بقى نص معلقه كده من البابريكا ونص معلقه من الفلفل المحوج، بس وخلاص. مش حاطين اي توابل تانية. ومعلقه كده حلوه من الملح، يعني معلقه صغيره كده من الملح. وهقلب كل المكونات دي بقى كده، واركن بقى اللحمه دي على جنب، واجيب المكرونه. انا حطيت ميه المكرونه، وميه المكرونه غلت حطيت فيها ملح وزيت، ونزلت بالمكرونه كده. هسلق المكرونه سليق كامل، مش نص سليق او انها تنزل نية شوية، لا، انا هسلقها سليق كامل. معايا حبايب قلبي. هنا طبعا انا غطيت كده على البشاميل وسبته يستوي براحته. عايزه البشاميل العصاج يستوي براحته. واخدين بالكم معايا؟ خلي بالكم معايا، اوعوا تغيروا بقى المحطة ولا تروحوا في اي حته. ماشي حبايب قلبي. هنقل المكرونه جنبي كده، واعمل على العين التانية البشاميل بتاعنا الجميل. البشاميل بقى كان طعمه تحفة بصراحة. هنا معايا حبة من اللبن كده، يعني كيلو الا ربع كده من اللبن او نص كيلو مثلا. ومعايا هنا شوية شوربة كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بيهم على النار كده على البارد، وهنحط بقى الدقيق بتاعنا يا حبايبي. هنقلب بس المكرونة تقليبة كده، ونحط 4 معالق كده من الدقيق. ما تكترش عشان انا مش عايزة البشاميل بتاعي تقيل، انا عايزاه شوزي كده خفيف يعني.
وحطيت معلقة كده من الفلفل ونص معلقة كده من الملح، وقلبت بقى ايه البشاميل بتاعنا كده على البارد قبل ما يسخن معايا. وطبعا لو كلكع معاكي ولا اي حاجة اضربيه في الخلاط، بس هو ما كلكعش معايا، او صفيه بمصفى ولا حاجة، والله ما ولا ضربته ولا صفيته لانه ما كلكعش معايا وحلو قوي. ماشي حبايبي، خليكم معايا. هنا بقى البشاميل كده ايه زي ما انتوا شايفين انا بقلب فيه، وايه يعني مش عايزه اقول لكم انا شم ريحه البشاميل بقى، وهحط كوبايتين كده مع كبشتين كده من ميه المكرونه، بتخلي بقى المكرونه معاكي إيه طعمها حلو قوي، او البشاميل بيبقى طعمه جميل قوي لما تحط عليه ميه المكرونه. هنا حطيت مكعب من الزبده كده، يعني مكعب كبير شويه، وسبته بقى يسيح كده في ايه في البشاميل بتاعنا. مش عايزه اقول لكم البشاميل عامل ازاي، طعمه فظيع وخطير بصراحة وحلو قوي. انا بقى جبت الجبنة الموتزاريلا، وهنزل بقى بالجبنة الموتزاريلا، بس بصوا بعد البشاميل كده ملف معايا. مش عايزاه تقيل يا جماعة، انا قلت لكم مش عايزاه تقيل، بس كده. انا بقى هغليه غلوة واحدة بس، وهنزل بقى الاول بحبة ايه جبنة كده موتزاريلا. هقلبهم تقليبه، واطفي بقى البوتاجاز. طفيت البوتاجاز ورحت بقى ايه ان انا اعمل الطواجن بتاعتي. هحط كده في كل طاجن كده ايه كبشه بشاميل كده الاول. مش هقلب المكرونه في البشاميل ولا حاجه، هي كده كده هتشرب من البشاميل وهتبقى متقلبه فيه وتبقى حلو زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. عايزه بقى وانت بتاكلي تقلبي الطاجن في بعضه كده، قلبيه. عايزه تاكلي كده هتلاقيه غرقان معاكي بشاميل وغرقان جبنه، وهيبقى حلو قوي اهو. بس كده هتحط نص كده الطواجن كده نصها كده الاول، وبعد كده هتحط بقى ايه كبشة كده من البشاميل. هتحط هنا اللحمة على الطواجن الصغيرة دي الاول زي ما انتوا شايفين كده. العصاج بتاعنا طعمه جميل وريحته جميلة وحلو كمان، ولونه حلو قوي. شايفين اهو. بعد كده بقى هنزل بالمكرونة على وش الطواجن الصغيرة دي. مش هكتر كتير علشان هم طبعا مليانين شوية، بس كده. ايوه، تمام تمام. هاجي بقى من على الطواجن الكبيرة، وهنزل بكبشة كده من البشاميل حلوة كده، وهحط بقى على وش الطواجن كده ايه حبة بشاميل كده، يعني كل واحد كبشة كده زي ما انتوا شايفين. تمام تمام. يلا بقى هننزل بقى باللحمة المفرومة على الطواجن الكبيرة. ربع كيلو لحمة بس عمل لنا 5 طواجن، هم 2 كبار و3 صغيرين. بصراحة خليكي اقتصادية كده، واعملي بأقل القليل كده كتير، اعملي أقل القليل الكتير. بس كده. هننزل بقى بحبة جبنة موتزاريلا كده على اللحمة، وهننزل بقى بالمكرونة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي اهو. المكرونة بتدخن لسه، وانا مغسلتهاش ولا بردتها ولا اي حاجة، بس كده. ايوه كده. بس انا مش هملاهم جامد عشان ياخدوا شوية بشاميل حلوين. هنزل بقى كده بايه بالبشاميل بتاعنا فوق وش الطواجن بقى، اغرقهم كده بشاميل. بس اسويهم الاول كده بظهر المعلقة، وبعد كده انزل بالبشاميل الجميل. الله الله يا سيدي يا سيدي. يلا يا معلم، رص يا معلم. حط كده البشاميل يا معلم كده، وجهز الطواجن الحلوة دي، وحط الجبنة بقى على الوش. بص ما تحرمهمش من حاجة. يلا اتكل على الله كده، وانزل بالجبنة الموتزاريلا كده على وش الطواجن. غرقها كده بشاميل. ايوه كده، ايوه كده. ابسطها كل البسط. الله الله الله. بس بصوا شكلهم كده يتاكل كده من غير ما تحطيه في الفرن. تحفة تحفة تحفة. بجد شكلهم جميل جدا جدا. والطواجن الصغنطوطة الحلوة دي طعمها جميل وحلوة قوي. انا اكلت واحد من الصغير ده وكملت من التاني. الله 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 يا سيدي. شايفين المنظر، شايفين منظرهم، شايفين الجبنة قد ايه. حطه بقى في الفرن ياخد وش. هنا بقى كانوا الطواجن بقى بيدخنوا في الفرن كده، بصوا شايفين بيلغلغوا كده في الفرن. هنا بقى طلعتهم من الفرن زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بصوا بصوا المنظر. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي على على الجمال. ولا الطواجن الصغنطوطة الطعمة دي حلوة قوي قوي قوي.
جميلة جدا. الله الله على المكرونة بتاعتنا النهاردة، مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي، طعمها فظيع، حلوة قوي. وجبة جميلة ومش مكلفة، وكمان طعمة مش عايزة اقول لكم. بصوا بصوا بقى المكرونة عاملة ازاي، شايفين الجبنة عاملة ازاي فيها يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي قوي قوي. الله، بدوق طعمها فظيع، طعمها خطير. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. كل ما ننزل فيديو كده يوصل لكم كده، وتحطوا اللايك، حطوا اللايك بقى. الله 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 الله. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.